بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنعمل مع بعض الشيش طاووق بطريقة سهلة ومبسطة هتعجبكم بإذن الله. بسم الله. معنا طبق هننزل فيه علبة زبادي، 6 فصوص ثوم مفرومين ناعم، نص كوباية زيت، ربع كوباية عصير ليمون، معلقتين كبار صلصة، معلقتين كبار صويا صوص، معلقتين مستردة، معلقتين صوص الباربيكيو، ممكن نستغنى عنه إذا كان مش موجود عادي. هننزل بتشكيلة التوابل، عبارة عن معلقة كبيرة كزبرة، معلقة صغيرة زنجبيل مطحون، معلقة كبيرة كمون، معلقة صغيرة ملح، بابريكا، توم بودر، بصل بودر، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة مرقة دجاج بودر، رشة قرفة صغيرة، ما نكترش عشان ما تغيرش طعم اللحم، وممكن نستغنى عنها كمان. هنخلط التتبيلة دي كويس ونتأكد انها اتوزعت مع بعضها. انا عندي هنا كيلو فراخ عبارة عن صدور ووراك مخلية، قطعتهم مكعبات زي ما انتم شايفين كده. هنزل بهم في التتبيلة واقلبها كويس، اتأكد ان هي اتوزعت كويس في التتبيلة عشان تشرب منها. هغطيها بفويل وبقيتها في التلاجة ليلة كاملة، ممكن ساعتين، بس الافضل تبقى ليلة كاملة عشان تشرب من التتبيلة كويس وتعطيها نكهة كويسة. تعالوا بقى نعمل مع بعض سلطة كول سلو. انا عندي هنا واحدة كابوتشي او كرنب ابيض، انا عملت نصها، هقطعها بشكل طولي كده زي ما انتم شايفين. اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. في بولة هنزل بنص كوباية مايونيز، علبة زبادي، معلقتين كبار خل، ممكن خل تفاح او خل ابيض اللي متوفر عندك، عصرة نص ليمونة، 4 معالق كبار سكر، ممكن تقللوا السكر براحتك، دي حاجة حسب راحتك. نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة توم بودر، نص معلقة صغيرة بصل بودر، نص معلقة صغيرة فلفل اسود. نقلب المقدار ده كويس لحد ما السكر يدوب معانا والملح. معلقتين كبار بصل مفروم ناعم، الكابوتشيه اللي انا قطعتها هننزل بيها، جزرة متوسطة مبشورة. نقلب كويس لحد ما كل حاجة تختلط ببعضها كويس. بكده بقى جاهز معانا، هنغطيه بفويل ونسيبه في التلاجة ليلة كاملة، للأفضل يعني من بالليل. الفراخ بقت كده جاهزة معانا. هننقع الأسياخ الخشبية دي في مية لمدة ساعتين عشان ما تتحرقش معانا في الفرن. هنحتاج بصل شرايح مقطعاه بالشكل ده، طماطم شيري او طماطم مكعبات عادي تنفع، فلفل احمر مكعبات، فلفل اصفر مكعبات، فلفل اخضر مكعبات. هنجيب السيخ ونثبت فيه شرايح البصل زي ما انتم شايفين كده، قطعة لحم، فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، قطعة لحم، وهكذا لحد ما نخلص. بس بننهي السيخ النهاية بتبقى قطعة طماطم شيري. الشكل اللي انتوا شايفينه ده، انا البصل قطعته 4 ارباع وفصصته، فاحنا هنبدأ بالبصل وننهي بالطماطم ان شاء الله لحد ما نخلص المقدار، وهكذا يعني زي ما احنا شايفين، هكذا لحد ما المقدار يخلص معانا.
وكده بقت جاهزة معانا. رشة زيت وندهنها من صوص التتبيلة. هندخلها الفرن رف اوسط، تشغل الشواية لحد ما تاخد لون 10 دقايق كده، ونقلبها على الناحية التانية. احنا ممكن نسويها على الجريل. هنقدمها مع صوص طحينة او صوص الطومية ورز اصفر. بألف هنا وعافية على قلوبكم يا رب. انتظرونا في الفيديو الجاي ان شاء الله.